ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنحكي حدوته كبيره قوي عن المتحف المصري الكبير. المتحف اللي افتتاحه كل العالم مستنيه من كام سنة كده لما بدأت مصر تحلم ببناء أكبر متحف في العالم. يمكن ناس كتير ما كانتش متخيلة إن اللحظة دي هتيجي خلاص قريب، بس خلاص 1 نوفمبر والتاريخ اتحدد. المتحف المصري الكبير هيفتح أبوابه أخيرا في احتفالية طبعا مصرية مهيبة هيشوفها العالم كله. الموضوع مش مجرد افتتاح كده وخلاص، دي حدوتة مصرية جديدة بتتقال من أول ما تدخل كده بوابة المتحف وتشوف رمسيس الثاني واقف هناك كده كأنه بيستقبل الزوار بنفسه. تمثال ارتفاعه أكتر من 12 متر، نقلوه بعملية دقيقة جدا خدت شهور طويلة، كل ده علشان يقف في مكانه ومن أول صفحة من كتاب الحضارة الجديدة. المتحف معمول على مساحة ضخمة جدا، حوالي كده 470 ألف متر مربع، يعني مدينة صغيرة كده جوه القاهرة، فيها أكتر من 100 ألف قطعة أثرية. تخيلوا كده كل حاجة تخص توت عنخ آمون لأول مرة هتكون معروضة بالكامل، من العرش الذهبي للتابوت للعربات للحلي الملكي اللي اتصنعت طبعا من آلاف السنين ولسه بتلمع كأنها لسه جديدة. اليوم ده مصر مش بتفتح كده متحف وخلاص، هيكون في كمان عرض ضوئي مبهر اسمه رحلة الزمن، بيحكي حكاية مصر من أول ما نهر النيل رسم خطه على الأرض لحد النهارده. العرض معمول بتقنيات صوت وضوء و3D، وهيتحول كمان لحدث عالمي بيتنقل على كل القنوات. وعلشان الصورة تبقى كاملة اليوم ده هيشهد حضور شخصيات دولية وملوك وأمراء وكمان سفراء ووفود من كل أنحاء العالم. والمفاجأة هنا إن أكتر من 7000 سائح حجزوا زيارتهم قبل الافتتاح بأيام كتير، وتطبيق كمان جديد معمول مخصوص بيسمح للناس إنها تشوف المتحف بخريطة ذكية وكمان تتعرف على كل قطعة فيه قبل ما تزورها. المتحف والاحتفال اتكلف تقريبا كده 24 مليار جنيه، وشارك فيه آلاف العمال وآلاف الفنيين وآلاف المرممين كمان اللي اشتغلوا ليل ونهار علشان يقدموا للعالم مش بس متحف لكن تحفة فنية بصرية بتمثل روح مصر. من الأهرامات اللي هتشوفها بعينك، من شرفات المتحف للممرات اللي معمولة على شكل المعابد القديمة، لغاية كمان القاعة الكبيرة اللي هيقف فيها الزوار في صمت قدام ملوك مصر الحقيقيين. في أول نوفمبر مصر هتتكلم بلغتها الحقيقية، لغة الحضارة والعظمة والإبداع، وهتقول للعالم كله احنا ما بنحكيش تاريخ، احنا التاريخ نفسه. من قلب الجيزة من جوه المتحف المصري الكبير، مصر هتبدأ فجر جديد بيقول كده ببساطة اللي بنى أول حضارة لسه بيكملها لحد النهاردة. كمان ما ننساش ان كل ده بيحصل في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده غير كمان موكب الموميات ومتحف الحضارة ولسه كمان غيره وغيره وغيره كتير. أون مصر، الحياة لحظة بلحظة.